ازيكم عاملين ايه؟ الشتاء يعني عدس والعدس يعني شتاء. بس النهارده مش هنعمل شوربة العدس اللي احنا متعودين عليها. احنا هنعمل عدس التميس او الباكستاني او الهندي. كل اللي بيروح السعودية بيشرب العدس ده وبينبهر من جماله. انا جبت لكم الطريقة وتعالوا نشوف المكونات. معايا حتة دهنة، 2 بصلة متوسطة، 2 طماطمية كبيرة، 2 فلفل، واحد اخضر واحد احمر، وقرن فلفل ضروري ان هو يكون حامي، هو ده اللي بيديله نكهة حلوة قوي، وحزمة كزبرة، وكوباية جزر مبشور. الجزر ده انا ببشره واشيله في الفريزر. مستعملة هنا كوباية وربع عدس مليانة. هعصر الطماطم ولازم اعصرها واصفيها كويس من البذر والقشر بتاعها. العدس ده ما بيتضربش في خلاط ولا اي حاجة. العدس ده مجرد ما يغلي نهدي عليه النار وبنسيبه بقى لمدة ساعة وربع، ممكن كمان ساعة ونص لما يتهرى خالص. فنراعي ان احنا نصفي الطماطم كويس قوي من القشر بتاعها. بعد ما صفيت الطماطم في الاثناء دي ضروري ان انا اخد العدس اغسله 7 8 مرات لغاية لما ميته تبقى رايقة بالشكل ده، وانقعه لمدة نص ساعة في المية. كل المكونات جاهزة معايا. هاخد البصل معاه 5 6 فصوص توم واضربهم على شكل تكات لان مش عايزاها يتهرى قوي. لو الكبة كبيرة ضيفوا كل المكونات اللي هو الفلفل والبصل، لكن انا علشان الكبة صغيرة حطيت البصل وبعد كده هضيف الفلفل الاحمر والاخضر والحامي وارجع اضرب برضو على شكل تكات. بعد ما الحلة سخنت معايا قوي حطيت حتة الدهنة و4 معالق سمنة تكون ريحتها حلوة واشوح في حتة الدهنة لما ريحتها تطلع. بعد كده انزل بالبصلة، مش عايزاها تلون ولا حاجة، اشوحها برضو ريحتها تطلع. انزل بعد كده بكل حاجة معايا، الجزر المبشور والطماطم، كله بالتدريج ياخد سخونة الحلة ويتشوح ثواني. انزل باللي وراه. بعد ما نزلت بكل المكونات بالترتيب ورا بعض، البصل وبعدين الجزر والطماطم. انا معايا هنا حمص كنت نقعاه ليلة في مية، بعد كده اخدته غلوة واحدة بس، مجرد ان هو بيطلع الرغوة بتاعته او الريم باخده اغسله واخدت منه نص كوباية. هو هيكمل سواه مع العدس لان العدس بياخد وقت على النار. زي ما قلت مش بيتضرب في خلاط فبنديله وقته علشان يبقى دايب. حطيت العدس والحمص الاتنين مع بعض وزودت بقى ميه، هامله نص الحله ميه. وزي ما انتوا شايفين لسه ميه زي ما هو، بوارب الغطا بقى بعد ما بيغلي وبهدي النار واخليه يكمل سوا على مهله. لما الاقي ان العدس دخل في السوا اضيف بقى البهارات. نص معلقه صغيره كزبره، نص معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره كمون وبابريكا وكركم وكاري، ونص معلقه صغيره شطه. هسيب كل حاجه في صندوق الوصف. وكمان ضروري من رشه جنزبيل، جنزبيل وكمون للبقوليات بيبقى حلو قوي. مكعبين مرقه وازود ملح على حسب الكميه اللي انا عاملاها. العدس دخل في السوا خلاص، اضيف الكزبره واطفي النار واسيبه لمدة 10 دقايق بعد ما اغطي عليه. هما هناك بيفضلوا حاطينه في السخان الكهربائي، فاحنا هنا نفضل سايبينه على نار هادية قوي طول ما احنا بناكل منه علشان يفضل سخن معانا. اهم حاجة في تقديمه السخونة بتاعته، وكمان عصرة الليمون. ضروري من ان احنا نعصر عليه ليمون، بتديله مزازة وده اللي بيخليه مختلف عن العدس. الكزبرة وقرن الفلفل الحامي وعصرة الليمون، اللي بيشربه هناك بينبهر من الحاجات دي، ان هو بيبقى حامي وسخن ومزز في جو ساقعة، فبيبقى حلو قوي. جربوه، هو طعمه حلو بجد هيعجبكم. وألف هنا.